السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم بريبتو. يلا نحل مع بعض الأداءات والتقييمات الخاصة بالأسبوع رقم 9. تمام. أول حاجة خالص تعالى نبص على الكلاس روم questions. بيقول لي ايه؟ choose the correct answer. the incident angle smaller than the refract angle، طبعا اللي هي الانجل اوف ريفراكشن when the light transfer from. قبل ما احل السؤال ده عايزه اقعد افكرك كده بشويه معلومات كنا خدناها سوا. اول حاجه ابتدي اعرف ان انا لو عندي لايت ري هو عامل ترافلز من ايه لايه؟ هل من ترانسبيرنت ميديم عنده هاير اوبتيكال دينستي زي الجلاس تمام للور اوبتيكال دينستي، ولا ماشي بالعكس، ولا نازل بيربنديكولار؟ هو طالب مني ايه من السؤال؟ انا عايز الانجل بتاعت الانسيدنس بتكون smaller than the angle of refraction. الحاله دي كانت امتى بالظبط؟ لما كان عندي هنا الانترفيس وهنا النورمال، وكان نازل مثلا مثلا عندي هنا الاير وهنا الجلاس او الووتر، اي حاجه من دول من عندهم هاير اوبتيكال دينستي. ولو انا نزلت انسيدنت لايت راي في الووتر او في الجلاس بالمنظر ده، لو انا طالع عند الاير بالظبط هيحصل ريفراكشن، والانجل بتاعت الريفراكشن كانت اكبر. يبقى امتى يكون عندك الكيس ان الانجل اوف انسيدنس سمولر ذان ذا انجل اوف ريفراكشن؟ لو انا هتحرك من ميديم عنده هاير اوبتيكال دينستي to another medium عنده lower optical density. ابتدي اشوف الاختيارات من الاير والووتر. الاير طبعا بيكون low optical density والووتر بتكون هاير. من الاير للجلاس برضو نفس الكلام، A زي B، ده كده من لور للهاير. انا عايزه حد من الهاير لللور. طيب الووتر للجلاس، الووتر للجلاس لو جينا نقارن الووتر والجلاس هتلاقي لا، الووتر عندك بتكون لور اوبتيكال دينستي عن الجلاس، يبقى سي برضو ما تنفعش. يبقى الاجابه اللي عندي اللي هتمشي from water to مين؟ from water to الاير على طول. تمام، يبقى انا هختار دي. السؤال رقم 2. light refraction is due to the difference of dots in different media. طبعا هو من اسمه لايت، يبقى انا بتكلم على لايت. طيب لايت ريفراكشن يبقى انا هغير الباث بتاعه او الدايركشن بتاعه. تمام، لما يعدي لي from one transparent medium to another transparent medium والاتنين مختلفين في الاوبتيكال density. طب انا هختار مين؟ يبقى the light refraction is due to the difference of dots in different media. اكيد طبعا due to ايه؟ the difference in the speed of the light. الفيلوسيتي او السبيد اوف لايت في الووتر غير في الاير، غير في الجلاس، غير في الدايموند and so on. رقم 3. the ability of transparent medium to refract light is called. طبعا ده definition عندنا واضح قوي اللي هو كان عبارة عن مين؟ the optical density of the medium. it is the ability of the medium to refract the light. تعالى نبص كده على الاختيارات. absolute refractive index، density of the medium، density of the light، ولا الفيسكوستي؟ طبعا ما عندناش الفيسكوستي خالص السنه دي، يبقى انا هختار مين؟ the optical density of the medium اللي هي عباره عن ال density of the medium. السؤال رقم 4. the angle between the emergent light ray and the normal at the point of emergence on the boundary. boundary اللي هو الانترفيس او السطح اللي بيفصل. تمام، is called ايه؟ احنا اتفقنا مع بعض الانجل اسمها بين الري وبين النورمال، يعني خد اسم الري واسم النورمال تطلع لك اسم الانجل. طب بما ان انت حضرتك بتتكلمي على emergent light ray وبتكلم على النورمال، يبقى انا على طول بتكلم على مين بالظبط كده؟ بتكلم على الانجل اوف emergence او بتكلم على الاميرجنت انجل. absolute refractive index، احنا اتفقنا مين هو الابسولوت refractive index؟ هو عبارة عن ratio between the velocity of light through air divided مين؟ divided للvelocity of light in any transparent medium. واحنا اتفقنا اتفاق ان velocity of light in air ديت اكبر قيمة او الماكسيمم فاليو. يبقى في الحالة ديت لو انت عملت الريشيو velocity of light through air على velocity of light through any different material او through any transparent medium لازم تكون more than 1. يعني لو جبت لك في choices اي ارقام لازم تختار رقم يكون اكبر من الواحد. السؤال السادس. when the light ray falls
بيربنديكولار على الريفلكتنج سيرفيس، ايه اللي هيحصل له؟ اخلي بالي كويس، هو نازل بيربنديكولار على ايه؟ على ريفلكت سيرفيس ولا نازل على انترفيس؟ لو نازل على ريفلكت سيرفيس زي المرايه يبقى انا بعمل كده وبحط شكل الريفلكتنج سيرفيس بتاعي، هو نازل بيربنديكولار بالمنظر ده، يبقى في الحاله ديت هيحصل له ايه بالظبط كده؟ ريفلكت اون اتسيلف. يبقى انا هختار على طول مين؟ هختار تشويس ايه؟ ريفلكتس on itself. سؤال رقم 7. when the light ray falls on a reflecting smooth surface، مديلك smooth surface زي البلين ميرور او aluminum foil او stainless steel sheet، كل ده كان عبارة عن مين؟ ده كان الريجولار reflection او الريجولار light reflection، يبقى على طول هختار regular reflection. سؤال رقم 8. the light ray reflect in different directions or in many directions، تمام، except ايه؟ يبقى انت كده بتتكلمي على مين يا ميس؟ لو انا بتكلم على different directions يبقى انا بتكلم على irregular او non uniform reflection، صح كده؟ يبقى ده اسمه irregular. هو عايز except، يبقى except يبقى انا على طول مش هختار الحاجه اللي ماشيه معاهم. ميس الهيومن بادي ده irregular، الوول برضو irregular، البلاستيك irregular، ده ليف اوف ذا تري برضو irregular، الوحيده عندك اللي مش irregular الايه؟ الالومنيوم فويل، او ان انت تختار ستانلس ستيل شيت او البلين ميرور. السؤال رقم 9. the angle between the incident light and the normal is، احنا اتفقنا اسم الانجل بعرفها من اسم الري والنورمال، بما ان انت بتتكلمي عن incident light ray وعلى نورمال يبقى الانجل ديت اسمها the angle of incident. السؤال اللي بعده put right wrong، اخلي بالي كويس، هو قال لي correct the wrong ones ولا لا؟ لان لو قال لك correct وانت ما عملتش correction بننقص، فاحنا دلوقتي بيقول لي put right or wrong وبس، يبقى خلاص انا ممكن اكتفي ان انا احط true or false بس. اول واحده بتقول لي the fish appears in above its apparent position due to light refraction، احنا اتفقنا من الناتشورال فينومينا بتاعه اللايت ريفراكشن كان عندي 3، مين هما؟ الapparent shapes of the objects، الapparent shape objects سوري الapparent positions of the objects، واخر حاجه خالص كانت الميراج، تمام. يبقى لو انا عندي فيش في اي بيزن او في بيكر في ووتر، الفيش ديت فعلا هتبان في بوزيشن اعلى من البوزيشن بتاعها due to light refraction اكيد، يبقى انا هعمل true. نمبر 2 بيقول لي the light ray refract near to the normal، هيقرب للنورمال يعني مش عارف يتحرك امتى؟ when the light ray passing from water to air، نفتكر كده from water to air، from water to air يبقى في الحالة ديت انا رايح فين؟ انا جاي من higher optical density لlower optical density، الكيس دي كنت بعمل ايه؟ لا يا ميس انا كنت بعمل refract far from the normal، يبقى في الحالة ديت انا مش هبقى refract near، لا يا ميس انا refract ايه؟ far. السؤال رقم 3. The value of absolute refractive index is always more than 1 أكيد because the velocity of light through air is more than the velocity of light in any other transparent medium، يبقى الإجابة عندي طبعا هتكون true. السؤال رقم 4. The light ray refracts when it transfer between two transparent media differ in optical density، طبعا ده التعريف اصلا بتاع اللايت ريفراكشن، هو عبارة عن the changing in the direction or the path of the light when the light travels from one transparent medium to another of different optical density، يبقى على طول هيحصل ريفراكشن، يبقى الإجابة دي بتاعتي true. السؤال رقم 5. ده ميراج فينومينا اللي هي عبارة عن ظاهرة السراب اللي انت بتشوف فيها مين؟ احنا قلنا مع بعض دي بتظهر على الديزرت رودز خصوصا اتنون او في وقت الظهر especially in summer times. طب ميس الفينومينا دي بتحصل ليه؟ نتيجة حاجتين due to the reflection and the refraction of light، تمام. طب يعني بيحصل الاتنين؟ لا، عشان تشوف الميراج وتشوف الصور inverted image as on wet area اكن عندك مكان فيه ميه، يبقى انا لازم اعمل حاجتين reflection and refraction، يبقى not refraction only، يبقى انا هعمل false وهقول له ايه؟ refraction and reflection.
The angle of incidence equal the angle of reflection in regular reflection. طبعا وده بيكون ال first law of light reflection. لحد هنا نقف عند الفيديو بتاعنا. ان شاء الله استنوا الفيديوهات اللي جايه.